فيديو النهارده هنجرب فيه مشروبات مستوردة وغريبة، وهيكون معانا 10 مشروبات. شاي بالبطيخ، نقول بسم الله وندوق. مساء الفل يا ابطال، سيت اب جديد اهو يا ابطال عشان ما تملوش مني. فقبل اي كلام يا ريت نعمل لايك عشان نعرف نلم فلوس الجناين اللي عامل الجنينه دي. دايما وانا في السوبر ماركت بيبقى في تلاجه كده على ايد الشمال مليانه مشروبات وحاجات مستورده. التلاجه دي انا مسميها تلاجه الاغنياء عشان انا اخر عصير بيتي ب 5 جنيه وشكرا. فالنهارده لسه ابيض والتلاجه لقيتها مزعزعه في عيني كده، قلت نفتحها ونجيب المشروبات اللي فيها ونشوف بقى ايه اللي حلو وممكن نشتريه وايه الوحش وما نشتروش. واول مشروب معانا هو مشروب اسمه ريفا، وده عباره عن عصير بميه جوز الهند. مش عصير جوز هند، لا هو عصير بميه جوز الهند. عارفين انتوا الميه اللي بتبقى جوه جوز الهند دي؟ هي دي بقى، وفيها قطع جوز هند. ودي منين بقى؟ انتاج تايلاند، جايه لنا من تايلاند، وسعرها 21 جنيه. نقول بسم الله ونفتح. ما بتفتحش ليه دي؟ هي بتلف على الهوا ليه؟ لا مش من اول فيديو بقى. طب نكسرها دي ولا ايه؟ مش عارف والله، الواحد يدفع 21 جنيه عشان يتعذب؟ هو ده اللي هيحل لي الازمه. انا كان بيقابلني ازمه في جوز الهند وانا بفتحها، ان انا لما بفضل اخبط فيها كتير ما بتتفتحش، فاخر خبطه دي بقى لما بتتفتح الميه كلها بتقوم واقعه، فما بعرفش ادوقها. فهنا برضه تقريبا عاملين نفس العذاب، يعني مش عارف والله. اهي فتحت. اوه، جوز هند جوز هند. ده لونها زي ما انتم شايفين، مش لازم احطها في كوبايه. عصير ميه جوز الهند وجاي لنا من تايلاند وسعره 21 جنيه. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. جوز الهند واضح قوي، بس الحاجات اللي هي الفتافيت اللي جواها دي مش ناشفه زي جوز الهند، لا هي طريه قوي. صلاحيته ايه ده؟ لا شغال. اللي بيحب طعم جوز الهند اكيد هيعجبه. انا بصراحه ما عجبنيش ومستحرم فيه ال 21 جنيه، لان مش حاسس بالميه اللي جوه جوز الهند، انا حاسس بميه فيها سكر وحتى جوز الهند، مفيش اي اضافات تانية. فانا لو هقيمه هديله 4 من 10. شوف اللي بعده. تاني مشروب معانا واسمه زابيري كامباني، عباره عن عصير توت مشكل، وده جاي من انجلترا. حبيبي يا مو صلاح، نقول بسم الله ونفتح. سعره صحيح. كام بقى عم كامباني ده؟ يا نهار اسوح، سعره 38 جنيه. وهذا ده تبذير فعلا، بس مستورد مستورد. نجيب بقى كوبايه ونصب ونشوف اللون. بسم الله. طيب نقول بسم الله وندوق. عصير توت مشكل وسعره 38 جنيه. بسم الله. مر قوي، ده كركديه، ده ما فيش ريحته السكر خالص. كشمش اسود، توت الالواني، توت العليق. ايه توت العليق ده؟ سكريات طبيعيه. عشان كده عايز بس معلقتين سكر تمام من بتاعنا وابقى زي الفل. بس والله حلو، لا عجبني. هو غالي شويه بس بصراحه عجبني، وعايز اشرب منه تاني بس مش هرضى عشان معانا مشروبات قد كده بعد الحلقه. اللي بيحب التوت هيعجبه. انا لو هقيمه هديله 7 من 10. كان ممكن ياخد 8 9 بس عشان سعره ياخد 7 من 10. نشوف اللي بعده. والمشروب اللي بعده نسخه بالظبط من العصير اللي فات، مشكل توت برضه بس من شركه اسمها ربيع، وده جاي لنا من السعوديه. اخواتنا حبايبنا، احلى تحيه لكل السعوديين اللي بيتفرجوا عليا. طيب سعره كام بقى؟ 11 جنيه، يعني فرق جامد بينه وبين اللي قبليه. الاتنين نفس العصير بس مش نفس السعر. هل بقى يبقى نفس الطعم ولا الرخيص احلى ولا الغالي احلى؟ هنشوف. نجيب الكوبايه ونفتح وننزل. حتى نفس تصميم العلبه بالظبط. ايوه نفس اللون. انا حاسس ان ده افتح شويه، تقريبا نفس اللون، او ممكن يكون ده فاتح شويه. نقول بسم الله وندوق. توت مشكل من شركه الربيع ب 11 جنيه. بسم الله. لا 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 لا، هو اول انطباع جالي كده دواء كحه. هو دواء كحه فعلا. معرفش ماله عصير بيست، ماله؟ لا، دواء، طعم دواء شربته قبل كده بس مش فاكر دواء ايه. التاني الفاكهه تحسوها طبيعيه اكتر بس ما فيهاش سكر. هنا السكر موجود بس ما فيش فاكهه، في مضره غريبه كده ادتني الانطباع بتاع دواء الكحه بالظبط. فانا بالنسبه لي لو هقيمه هديله 4 من 10. انا حبيت اخلي المشروبين دول ورا بعض عشان اعرف احس بالفرق على طول، فالفرق بالنسبه لي واضح قوي. نشوف اللي بعده.
بس قبل ما نشوف اللي بعده لازم نفصل الطعم شويه. وكان جالي كومنتات كتير قوي على فيديو بيبسي المستورده اللي احنا عملناه، انت المفروض تفصل بين البيبسي والميريندا والسيفن اب. ما هو انا طبيعي لازم افصل، بس ما بفصلش قدام الكاميرا، يعني في مونتاج وفي شغل بيحصل. فانا بقى ايه، حبيت افصل النهارده قدامكم عشان ما حدش يقول لي ايه انت ما فصلتش. نقول بسم الله بقى ايه ونفصل. بسم الله. فصلنا خلاص اهو. ايه المشروب اللي بعده؟ المشروب اللي بعده اسمه يوجا، والطعم اللي معانا هو طعم الخوخ، وده جاي من ايطاليا وسعره 19 جنيه. هنزله علينا من الدبان. طيب ما علينا. سعره غالي على حجمه. هو حجمه كام ده؟ مش باين اي حاجه في اي حاجه، وكله انجليزي ولا ايطالي ده معرفش، وانا مش لسه هترجم عشان انا ايه بصدع بسرعه. فهنجيب كوبايه ونفتح، احنا جاي من الطعم. لسه نقرا. نقول بسم الله ونشوف لونه. اوه ده عصير مانجا ده ولا ايه؟ بس كده كفايه. ب 19 جنيه. ده انا هشربك على 20 يوم. بسم الله. اه اه ده ايوه هتبدا تحلو ايه. هتبدا تحلو. نسخه بالظبط من عصير راني، بس هنا السكر فيه قليل قوي. هو عصير راني بالظبط، بس طبعا ما فيهوش قطع الفواكه. والله الناس اللي بره دي صحتها حلوه قوي بسبب السكر القليل ده. شوف اللي بعده. نقيمها انا لو هقيمها هديها 8 من 10 عشان بس حجمها ده. 19 جنيه برضه. شوف اللي بعده. المشروب اللي بعد كده اسمه بافاريا. انا في الاول كنت بحسبه هو مشروب حرام، بس يعني الحمد لله لما انا اتاكدت من كلمه 0% كحول دي فقلت لا احنا كده في السليم. هو عباره عن مشروب شعير بطعم الفراوله. ده جاي منين بقى؟ جاي منين؟ خلاص عرفت ان هو خالي من الكحول. منين انت بقى؟ هولندا. احلى تحيه لامستردام. ده سعره كام ده بقى؟ كام 15 جنيه. ماشي 15، ها مبلوعه شويه، مش 38 جنيه. نشوف. الله ريحته جامده، والله العظيم ريحته جامده. ريحته جامده قوي، ريحه لبان ترايدنت اللي هو بالفراوله. يا نهار ابيض، ده انا شكلي كده هبقى مدمنه. بس ايه يا عم، ده بيره دي ولا ايه دي؟ نقول بسم الله وندوق شعير بالفراوله وسعره 15 جنيه. بسم الله. ريحته احلى من طعمه. ايه ده ازاي بقى؟ طعم الفراوله حلو، بس الشعير هو اللي مبوخ الليله خالص. هو انا لو اشتريته تاني هشتريه بس عشان اشم ريحته، فلو هقيمه هديله 5 من 10. كويس وسعره حلو مش غالي. ده البريل دلوقتي بقت ب 8 جنيه ولا مش عارف 9 جنيه. نشوف اللي بعده. انا مش محتاج افصل اكل، بس انا هقعد لي 8 9 ساعات كده وارجع لكم تاني، عشان حاسس لو جربت الباقي هطلع اعمل غسيل معده دلوقتي، فرايح كده شويه وارجع لكم. طيب فصلنا حبه حلوين. المشروب اللي بعد كده اسمه دكتور بيبر، عباره عن مشروب كولا بطعم الكريز. وده منين؟ ده من انجلترا. انا بقى انا من الكنزات الصغيره دي، ودي سعرها 19 جنيه ونص. لا غاليه، كنت جبت بيهم 4 رغيف حواوشي. نجيب الكوبايه ونصب نشوف اللون. كولا. كولا. كولا بس السودا تقيله. كريز احمد شفايف. نقول بسم الله وندوق. كولا بطعم الكريز وسعرها 19 جنيه ونص من شركة دكتور بيبر. بسم الله. لا مش كولا خالص، مش كولا. كولا ايه؟ معلش انا اللي اتلخبطت. هو مشروب غازي بطعم الكريز، ما فيهوش كولا. هو الطعم مش حلو مش وحش، بس مش عارف. هي سودا وطعم الكريز. طعم الكريز بقى مش حلو. يعني انا عندي كنزه ام 5 جنيه بعمرها. ما اعرفش. طب اشرب كده من كنزه نفس الطعم. لو هقيمها هديها 1 من 10. سعرها غالي ولا طعم ولا حجم. واحد حلو قوي عليها. شوف اللي بعده. المشروب اللي بعد كده اسمه راوخ، ويا رب اكون بنطق اسمه صح. هو عصير خوخ، وده جاي من النمسا، ومكتوب عليه بدون مواد حافظة وبدون مواد محلية. طيب سعره 18 جنيه. ماشي دي كبيرة. ماشي دي كبيرة. لو لسه ما عملتوش لايك. ايه يا عم ده يا عم، احنا واخدين على الكنزات المصرية في النمسا شكلهم كده فافي، عاملينها ضعيفة قوي. لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك عشان انا بيتي اتخرب. نقول بسم الله ونشوف اللون. اوه ده اعتقد لونه افتح من العصير اللي كان معانا اللي كان اسمه يوجا. بسم الله. بس والله حلو.
بس ما فيهوش سكر. عارفين انتوا كده اللذعه بتاعت الليمون دي هي فيه، دي بقى لذعه الخوخ بقى وهو ما فيهوش سكر. بس طعمه حلو والله، انا حاسه طبيعي اكتر من يوجا. ده لو هقيمه هديله 9 من 10 عشان فعلا العصير ده حاسه طبيعي قوي. عاش يا دوخ، ويا رب اكون بقول اسمه صح، لو بقول اسمه غلط عدلولي في الكومنتات. المشروب اللي بعد كده اسمه جرين كولا، ودي بقى معرفش بقى هي كولا بطعم الكريز ولا صودا بالكريز زي اللي قبليها، وده جاي لنا من يونان من عند حزلقوم، وسعرها 15 جنيه. حنينه شويه. نفتح ونقول بسم الله، نصب كده في الكوبايه ونشوف اللون. ايه ده يا نهار ابيض يا جدعان، ايه ده ما فيهاش ريحه الكولا خالص. ده شربات ده ولا ايه؟ نقول بسم الله. لا انا كده عندي مشكله في الكريز بقى. الكريز عامل زي الدواء، نسخه طبق الاصل من دكتور بيبر، بس دكتور بيبر مسكره عندي. لا دي سيئه خالص. اقيمك واديكي صفر ولا ايه؟ مش عارف. هديها برضه 1 من 10. احط بقى بق كده وبق كده ونقول بسم الله وندوق. بسم الله. انا عارف ان انا اطلع مستشفى بعد الفيديو ده، فخربانه. تاني مشروب معانا هو عباره عن ايس تي بالبطيخ من شركه ليبتون، وده جاي من تركيا. تحيه لاسطنبول، وسعره 21 جنيه. انا عارف الايس تي، بس اول مره اعرف ان في ايس تي بالبطيخ. فنقول بسم الله، نفتح ونشوف الشاي اللي بالبطيخ ده. هو ولا ريحه شاي ولا ريحه بطيخ. نصب كده ونشوف ايه الشاي اللي بالبطيخ ده. شاي بالبطيخ. نقول بسم الله وندوق. بسم الله. هي ميه، وطعم البطيخ والشاي قليل قوي فيها. اول حاجه لسانك هيستطعمها هي ميه، بعد كده طعم البطيخ بسيط خالص. تبلع كده البق تلاقي لسانك في شاي. معرفش عملوها ازاي دي، بالنسبه لي ما عجبتنيش. لو هقيمها هديها 5 من 10. ونخش بقى على اخر مشروب معانا، وزي ما جبنا شاي لازم نجيب قهوه. المشروب اللي بعد كده اسمه جورمي، هو عباره عن ايس كوفي، وده جاي منين بقى؟ تايوان، وسعره 22 جنيه. لو ما عملتوش لايك اعملوا لايك عشان انا بيتي اتخرب النهارده. نصب كده ونشوف اللون. الله، اللون غامق. ايوه بقى ريحه القهوه واضحه قوي. قهوه مثلجه ب 22 جنيه. نقول بسم الله. بسم الله. الله، لا الله، حلوه قوي. انا من عشاق القهوه، فده عشان طعم القهوه فيه قوي قوي، فانا بصراحه حبيتها. لا نهايه زي الفل. لو هقيمها هديها 9 من 10. اخيرا الفيديو خلص. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، ولو بتشوفني من الفيسبوك يا ريت تعمل فولو ولايك، ويا ريت تتابعوني على الانستجرام. اشوفكم على خير، سلام.